تعالى شوف الانسان اللي هو حلق دقنه بيربي سوالف اللي هي الشعر اللي بينزل موازي للاذن. الشعر الموازي للاذن ديت بعد الاذن مباشره بياض لا يخرج فيه شعر. نعم، مسافه بين هذا الشعر وبين الاذن. ايوه. هل هي من الوجه ولا لا ولا من الراس؟ الامام مالك قال السوالف دي والبياض ده اهو من الراس. جمهور الفقهاء قال لك لا، من الوجه. لما تغسل وشك لازم تعمم وتصل طب هو الى شحمتي الى شحمتي الاذنين. طب هو هيمثل فارق عند المستمع في ايه يا دكتور؟ هذا المذهب او ذاك، انهم قالوا هذه المساحه الضيقه جدا تنتمي او تعد جزءا من الراس او الوجه، هي هتفرق مع المتوضئ في ايه؟ هقول لك. روح الميضاء اللي هي مكان الوضوء، مكان الوضوء اللي في المساجد، وهتسمع وهتعرف قد ايه كلامي مهم. بتلاقي واحد بيراقب الاخر اللي بيتوضا ويجي يغسل وشه كده ويمشي. وضوءك باطل، لازم الميه توصل لحد الشحمتين الاذنين. ده على مذهب الشافعيه والحنابلة والحنفيه. انا عايز اللي بيتوضا ده يقول له انا على مذهب مالك اللي بيقول ان من اول السوالف مع الاذن وانت طالع مع الراس، والوجه بس من بين السوالف وانت جاي. يبقى فيها رايين وارحم بها خلق الله من الافتئات على بعض ولا لا؟ نعم. خد التالتة بقى الكبيره، اللحيه. الايه؟ اللحيه لو كانت خفيفه ما حدش اتكلم فيها، قال لك لازم تغسلها. طب لو كانت كفه تقيله ومربيها وفرحان بيها وفخور بيها، وعلى فكره فخر الانسان بنفسه وبذاتيته امر يرجع اليه، ولازم نحترم ارادته. هو احترم شنبه، ما جيش اتريق عليه. هو احترم لحيته، ما اقدرش استخف بيه. لابد من احترام الانسان لذاتيته. وزي ما انا بطالب باحترام اللي ربى لحيته لنفسه لكرامته، بطالبه هو كمان يحترم اللي حلق لحيته وما يتهموش بانه منتقص في دينه. يقول له اصل الرسول كان مربي لحيته. الرسول كان مربي لحيته، ما هو برضه ابو لهب كان مربي لحيته. الرسول امر بقصوا الشارب وعفوا اللحى. هل الامر ده عرفي ولا الامر ده ديني؟ مساله خلافيه، ما هيش مساله متفق عليها. الشيخان من الشافعيه والقاضي عياض وروايه عن احمد قالوا لا، ده امر عرفي ما هوش امر ديني. الجمهور الفقهاء قالوا لا، ده امر ديني ويعتبر سنه او يعتبر واجبه. اذا مساله خلافيه في اللحيه. طيب سريعا اذا امكن يا دكتور، يعني عشان الوقت يتسع لانهاء هذه الرساله. فالمهم انا بطالب زي ما بحترم لحيه الاخر، صاحب اللحيه يحترم من يختلف معه في الشكل، من يختلف معه في عدم تربيه اللحيه. هنا بقى في تربيه اللحيه الكث دي يتوضا ازاي؟ 4 مذاهب. كم مذهب؟ 4. المذهب الاول بيقول يجب غسلها وتخليلها، يعني ادخال الماء فيها وتخليل اللحيه بالاصابع عشان الماء تدخل في الشعر. ده القديم عند الشافعيه. نعم. جمهور الفقهاء قال لا، يجب غسل الوجه وغسل اللحيه دون تخليلها. مسحها من الخارج بالماء، يعني مسح اللحيه بالماء. لا مش مسح، اسكاب الماء عليها وليس تخليلها، مجرد المسح. مالك بقى اللي قال الراي الرابع ده الثالث ده، قال مسحها، يغسل وشك واما اللحيه امسحها يتم مسحها بالماء. اذا جمهور الفقهاء بيقول غسلها بالماء وليس تخليلها. القديم عند الشافعيه بيقولوا تخليلها. تخليلها ادخال الماء فيها وتخليل الاصابع. المذهب المالكي بيقول مسحها. ابو يوسف من الحنفيه قال ايه؟ قال اعتبرها مش موجوده اصلا، مطلوب منك الوجه البشره بس تغسلها. البشره بس، يعني السوالف لا، والبشره بس اللي هو الخدين والجبهه والانف والبق ده تغسله. واما الباقي يعتبره مش موجود. ده راي مين؟ ابو يوسف. كل دي اراء صحيحه؟ ايوه يا فندم، بس بقي عضو اخر اهم وهو الاذنين. هو في كلمه العذار والاذن. ايوه العذار، احنا اتفقنا على العذار اللي هو السوالف، خلصنا منها. لكن بقي الاذن. الاذن ديت 4 اراء فقهيه والله يا استاذ محمد، والله 4 اراء فقهيه. الامام الزهري اللي مات 124 هجريه قال هي من الوجه تغسل. الامام الشعبي اللي هو مات 103 هجريه قبل منه، عامر الشعبي، قال
ظاهر الاذن من الوجه وخلفها من الراس. من الراس. خد الشافعيه والظاهريه قالوا ايه؟ عضو مستقل. عضو مستقل. الجمهور الفقهاء المالكيه قالوا لا ده من الراس، والحنفيه قالوا ده من الراس، الاذنان من الراس. كل دي اراء فقهيه. طب بس بقي سؤال يهم الجمهور، همسحها ولا مش همسحها في الوضوء؟ مش ده صح؟ سريعا يا دكتور لانهم بلغوني ان احنا مش هو ده السؤال الاهم؟ مش ده السؤال ماذا سيفعل المتوضئ؟ ايوه يا فندم. يعني سيبك بقى من كل الخلافات اللي فاتت. في الاذن هي من الوجه ولا من الراس؟ نعم. الحنفيه والمالكيه قالوا يجب مسحها. واللي يتوضا من غير ما يمسح اذنيه وضوءه غير صحيح وغير كامل. جمهور الفقهاء الشافعيه والحنابلة والظاهريه قالوا سنه، لو ما مسحتش اذنك الوضوء صحيح وكامل ولا حرج عليك. اذا في النهايه في مذهبين، الحنفيه والمالكيه قالوا مسح الاذن ايه؟ واجب من واجبات الوضوء. نعم. والجمهور الفقهاء بيقول سنه من سنن الوضوء. التعدديه ديت هي دي الرحمه التي ندعو اليها. نعم. وباذن الله نكمل في الحلقه القادمه باقي اركان الوضوء بهذه التعدديه التي نتمنى من ذكرها وبعد ذكرها نعذر الاخر. نعم. زي ما انا مقتنع برايي اعذر الاخر براي اخر. بشكر حضرتك شكرا جزيلا لك الاستاذ الدكتور سعد الدين هلالي استاذ الفقه المقارن بجامعه الازهر. شكرا جزيلا لك. جزاكم الله خيرا. مشاهدينا نهايه هذا الحوار وهذه الحلقه من حلقات مجلس الفقه. شكرا لحضراتكم على المتابعه والى اللقاء.